صباح الخير حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم حاليا مطعم المله. مطعم المله صاير يم سوق الجقايه. سوق الجقايه هنا مطعم فراس السويدي. هنا داخل فرع، راح ندخل داخل فرع. هذا داخل فرع، هسه مو اول فرع، هذا الثاني فرع. هذا ثاني فرع مله. مطعم مله سيد عباس النعيمي وسوي. واحلى باقله نمبر 1، باقله مالته نمبر 1 طيبه يعني. هاي باقله شوفوها يعني، والله عبالك حلقوم، ترى حلقوم مله هذا ويخبل. وان شاء الله عندي تصوير، لان عندي تصوير ان شاء الله مسلسل سيمو، انتظروا. انا وياكم حبايبي، ويانا سيد عباس النعيم موسوي، اخوي العزيز غالي، عاشرك على الباقله نمبر 1 حلقوم المله. خادمكم المكان وين صاير المكان؟ تجون يم سوق الجقايل. اي هذا مو سوق الجقايل، مقابله مطعم فراس السويدي. نعم. بصفه فرع داخل الفرع، مو المطعم هذا على اليسار. على اليسار صاير مطعم المله. مخلمه بيض عروق. مخلمه بيض عروق. سعركم موجود من 5:30 ل 12. رجعنا لكم حبايبي هسه حاليا نتوجه من جسر محمد القاسم وين؟ للبعيثه. رجعنا لكم حبايبي هسه حاليا متوجهين من جسر محمد القاسم للبعيثه. عندنا تصوير مسلسل سيموزه، دور هي ممثل كومباس صامت، دور عصابه. حبايبي هسه حاليا عبرنا جسر الدوره، وصلنا على طريق. هسه احنا على البعيثه داخل مزرعه، راح اصل من الشط. رجعنا وياكم حبايبي هسه حاليا وصلنا بالبعيثه، منطقه البعيثه بالمزرعه. تصوير مسلسل سيمو. هذا المسلسل يعني انا دوري ممثل كومبارس صامت عصابه. ما احرق لكم الفكره. مهدي ساعه شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ اهلا وسهلا فيك. طيب منورنا تكون هلا، وانا الشرف يعني ان شاء الله نشتغل هذا عمل جديد ان شاء الله. ان شاء الله. وكل التوفيق لك يا رب العالمين. المسلسل سيموت ولا اسم صعب، بس ان شاء الله رب التوفيق والتوفيق لك ان شاء الله للجميع. أنا لا أكره أحد، ولست غاضبا من أحد، ولا أريد شيئا من أحد. أنا فقط أريد أن أردع، فأني حقا تألمت. قد أتصرف بطيش، ولكنني أمتلك عقلا كبيرا جدا. قد أبدو غير مهتم بأي شخص، ولكن في داخلي أحمل اهتماما لكل من أحب. لكنني أحمل في داخلي قلب ينكسر من كلمة واحدة. قد أبدو سعيدا جدا لكثرة ضحكاتي، ولكن حياتي كحياة الغير مليئة بالمشاكل. قد تكون حياتي مليئة بالأصدقاء، ولكن قليلون جدا من يكونون معي حينما أحتاجهم. قد أسامح من جرحني، فأني أعطي دون مقابل، وقد ينفذ ما بداخلي، ولكنني أستمر بالضغط على نفسي، ولن يفهمني أحد. ناقلا تجربة الدراما السورية إلى الأرض العراقية، السيد قتيبة غانم، مساء الخير، حياك الله. التلاقح ما بين سوريا والعراق مع الاحتكار أم ضد؟ لا، أنا معه. يعني أنا كنت من أوائل العالم حتى بسوريا اللي طلعت على تجارب عربية مشتركة، وأنا هي السنة الخامسة اللي بيجي فيها على العراق. يعني عسيت بشكل كامل لسنوات طويلة، 10-15 سنة، يلا لحتى ننتقل على مرحلة الإخراج، مشان المرحلة اللي بتصير فيها ورا المونيتور كمخرج تكون تعرف كل تفاصيل العمل، يعني ما بس التفاصيل. احنا نتفق على شيء، نص سيموزة حداثوي. البيئة العراقية مستعدة للتعاطي مع منع الممنوعات إن صح التعبير، أو معالجة تفصيلة الممنوعات في العراق؟ احنا كمجتمع شرقي هلا ماشي هذا الموضوع، حتى الحكومة عندكم عم تكافح الموضوع وبشكل كتير كبير. دي او بي خليل سلوم، مساء الخير، حياك الله. في بلدك الثاني، وهذه مو اول مرة عندك تجربة قطار الموت، ولو في وقتها ما التقينا للاسف. اليوم نلتقي في سيموزة. صعوبات العمل بالاجواء الحارة، وتعاطي الكادر وتعاونهم للتغلب على هذه الظروف. طبعا سيموزة هو العمل الثاني اللي ضمن منحة الدراما العراقية، والقوى الشر اللي متواجدة ضمن المجتمع العراقي
والصراع ما بين قوى الخير لحتى نقضي على هي قوى الشر المتمثلة بتجارة المخدرات ويعني انتشارها بين جيل الشباب. هذا الشيء مدمر، هذا الشيء يعني هي الدراما الهادفة بسميها. المتلقي العراقي مستعد للتعاطي مع هكذا تفصيلة مسكوت عنها؟ طبعا نحن دائما بنقول الدراما هي رسالة مجتمع، رسالة توعية. سيد علي صلاح ممثلا عن سان آرت المنفذة لعمل سيموزة، بماذا يختلف سيموزة وجو حار؟ شلون تتعاطون مع الكادر؟ كل هذا على مود الواقع يقول هيك، فعلا هو حقيقة موجودة عندنا حاليا. صار الموضوع منتشر بشكل كبير، نحاول قدر المستطاع انه نفيد الأسرة العراقية ونفيد المجتمع. سوزان الصالحي صباح الخير، مساء الخير، حياك الله. احنا اليوم بلشنا الصبح بس رح ننتهي مساء. اليوم تجربة سيموزة بعد نجاحات رمضانية. الشخصية اللون بلون اقترحها أستاذ قتيبة وأستاذ أسعد، وهي حالة نادرة موجودة عند هواية أشخاص، بس هي دائما تكون أكو وحدة رصاصية ووحدة جوزية، خصوصا أنه يتعلق ببنات. المتعارف أنه مصطلح وعذرا على المفردة أولاد شارع، ولكن بنات وكديلر شيء جديد. شوف احنا للأسف أنه بالفترات الأخيرة انتشرت عندنا حالات التعاطي كلش هواية، وصدقني أكو برامج دي يتناولون قصص البنات أكثر من الشباب وبعمر صغير همينة، يعني 16 سنة 14 سنة. ممكن احنا متناولين قصة بنات بالجامعة، يعني بعد أهون، أكو شوية كبر بس أكو عمر أصغر، وأني أعرف حالات يعني شفتها بعيني. فإن شاء الله أنه ينفعهم بالتوعية، يشوفون أنه هذا الشيء بدايته راح توديك النهاية تعيسة. يعني تيسير أو رئيس العصابة فراس، مساء الخير، حياك الله. سيموزة، ماذا تعكس في سيموزة كتجربة جديدة خارج السجال الرمضاني؟ طبعا العمل خارج السباق الدرامي، وشخصية فراس هي شخصية سلبية مركبة، ويقوم ينشر تجارته بهذا الموضوع كما جرت عليه العادة. أحمد الملا مديرا للإنتاج، تعود اليوم بسيموزة، ماذا يختلف سيموزة عن بقية الأعمال؟ أولا السلام عليكم، تحية لكل مشاهديك. حبيب القلب، أنت تعرف أنا ما أشتغل الملفات المتعبة، أستاذ محمود، دكتور حكمة، أستاذ وديع، أستاذ وفاق السوداني. الشركة أول تجربة لها سن آرت، هي مختصة كانت بالكليبات فأول تجربة والحمد لله يعني لقيتهم ناس مهنيين وجيدين. سيد أسعد الحلالي، حياك الله. باكورة سيموزة مؤلفا ومخرجا تنقل التجربة البلجيكية بطعم سوري، إن صح التعبير، على أراضي عراقية. ماذا تنقل تجربة سيموزة الحداثوية على حد وصفك؟ مسألة نقل تجربة بلجيكية ربما ما أتفق وياك، هي مجرد كون عايش في بلجيكا، كنت حاضر أو مشاهد عديدة يعني سواء تنفيذية أو لغاية التسويق. حقيقة النظام جيد وناجح، وأثبت جدواه ونجاحه في أعمال كثيرة شهدتها القنوات التلفزيونية العربية أو المنصات. لا سيف الغانم، مساء الخير، حياك الله. تجربة سيموزة الدافئة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر وجودكم ويانا ترند المشاهير، نشكر دعمكم ومساندتكم، حضوركم بهذا الظرف الاستثنائي اللي احنا جاي نشتغل به. بطبيعة نحن ممثلين شتويين مو صيفيين، فاحنا جاي نشتغل بشهر تموز، درجة حرارة قاربت على 50 درجة مئوية. النجم الفنان الأستاذ محمد طعمة التميمي، حياك الله، مساء الخير. بماذا يختلف سيموزة عن بقيته من الأدوار التي تجسدتها؟ مساء الخير. في البداية يعني هي تجربة فريدة من نوعها ب10 حلقات درامية، حكاية مسبوكة وهنالك أحداث مشوقة. الشخصية اللي يؤديها مع نخبة طيبة من الممثلين الشباب والشابات أيضا. حبكت هذه الحكاية وفق شخصيات راح تكون هنالك زوم إن عليها يعني، وأكو هنالك أيضا سسبنس ما نقدر نكشف عنه الآن. إن شاء الله يرى النور العمل وينال رضا الجمهور. شخصيتي في هذا المسلسل شخصية أرستقراطية يعمل ضمن مافيا. حبايبي هسه راح تدون مشهد، الله يستر، مشهد يعني كارثة، راح يسوي علينا القبر. وانا قمت اطقطق، اقسم بالله قلت اخاف اطقطق يعني، الله يستر. انتظروني بعد المشهد. رجعنا لكم حبايبي، هسه خلصنا التصوير الحمد لله شكر بعد المعاناة يعني، بس هذا شوي اتوقع يعني صار عندي حادثة موت فاجئ
بس ما قدم لك شيء زين الحمد لله والشكر يعني، وباقي من الله سبحانه وتعالى يعني الحمد لله والشكر دائما نقول ان الله التوفيق ان شاء الله، نقول تصبح على خير.